بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. دلوقتي فيديو جديد، بس قبل اي حاجة ننزل نحط اللايك ونعمل شير ونشترك في القناة نشترك في القناة ونكتب التعليق الجميل، ويبقى ده فضلا وليس امرا، والف شكر ساعتها. نبدأ مع بعض الفيديو. الفيديو النهاردة عن النرجسية والراجل النرجسي. النرجسية ده يا جماعة ده مرض، مش حاجة سهلة خالص، ويا ويلها يا سواد ليلها اللي تتجوز واحد نرجسي او تتعامل معاه في اي صورة. بس احنا بنتكلم النهاردة عن الزوجة الغلبانة اللي بتتجوز واحد نرجسي. ايه هي اصلا معنى النرجسية؟ دي حالة مرضية بتؤثر على الصحة العقلية للنرجسي ده. بتحسسه بإيه؟ بتخليه يشعر بأهميته بطريقة مبالغ فيها، بيحتاج الاهتمام من الآخرين، يبقى ما يبقى قاعد في مكان لازم الكل يمجد فيه ويقول بقى عليه أشعار، وبيبقى شكل زيادة عن اللزوم. تمام؟ وهو ما بيقدرش يفهم مشاعر الآخرين ولا بيهتم بيهم. هو المهم نفسه ثم نفسه ثم نفسه، يعني هي بمعنى أصح الأنانية الشديدة. صفات النرجسي الأنانية وحب الذات والشعور بالعظمة، يا سلام أنا وأنا ولا مفيش حد زيي، والشعور بالتميز والغطرسة والتعاجرف، ودايما بيشعر إنه جذاب وبيحب إنه كل اللي قاعدين يعجبوا بيه. يا سلام، من الآخر كده يعني ما ينفعش حد ينقده، ما يقبلش بكده. دلوقتي لو في واحد نرجسي وحب واحدة لسه في أيام فترة التعارف وأيام الخطوبة، ما بيحبهاش إن هي تبقى أحسن منه في أي حاجة، في شغل، في عمل، في حالة مادية، في الكلام ده كله. لا، هو عايز يبقى أحسن منها في كل حاجة، وبيتعمد دايما إنه يقلل منها، ويحب دايما يلقي عليها اللوم. طبعا بقى احنا هنتكلم بعد ما يتجوزوا اللي بيعملوا فيها. دايما بعد بقى ما بيجوزوا دايما بينقضها باستمرار، بيحطم معنوياتها، بيحطم أعصابها، بيخلي الست تكره نفسها وتشعر بالملل من الراجل اللي متجوزاه ده، بتتمنى انها تسيبه النهارده قبل بكره. فعلا هو بيوصلها ان هي خلاص تشوف الدنيا كلها حواليها سودة. هي افضل حاجة ان هي ما تجادلوش، لان هي لو جادلته بيحس ان هو فخور بنفسه كده، عشان هي بقت دمها بيتحرق، بيضايقها، بيستفزها، دايما يلومها. انت عامله ايه؟ البيت مش نظيف، انت مش نظيفه، مش عارفه ايه، انت مش عاجباني، انا احمدي ربنا ان انا متجوزك، انا متجوزك بلقمتك، انا مش عارفه ايه. حاجه كده تبقى في منتهى القذاره، ما تخليش اي واحده في الدنيا تتحمل. دايما يحب يقلل من شأنها ومش عايزها تتفوق عليها، وبيفقدها الثقه في نفسها عشان ما تكونش احسن منه في يوم من الايام. ورغم كده هو ما بيحبش يتحمل المسؤوليه. تمام؟ والراجل الشديد البخيل ده شديد قوي في مشاعره وعواطفه، بخيل 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 بشده في المشاعر وفي العواطف، حتى في المال. بس مع مين؟ مع مراته بس. لما بيبقى في وسط اصحابه يصرف ويعزم ويعمل وبتاع، في بيته بيبقى شح، اقل القليل بيسيبها لبيته ولمراته. تفهمش ليه يعني. تسلم البطن اللي جابته بصراحة. صفاته بقى ايه في الفراش؟ اما يجي يحب يمارس الجنس مع مراته، وقت ما يحب الموضوع ده، سواء هي عيانة، مريضة، بتطبخ،
بتمسح، ملهاش مزاج في اي وضع كان، طالما ان هو عايزها حالا يبقى لازم حالا، عايزها بالطريقة المعينة يبقى بالطريقة المعينة، بيحب هو وضع معين في أثناء العلاقة هي ما بتحبهاش، مش فارق معاه، المهم هو يشبع رغبته ويعمل الوضع اللي هو عايزه حتى لو على حساب مراته. ما يهموش إذا كانت تبقى مبسوطة معاه في العلاقة أو مش مبسوطة. آه، ممكن وهو في أثناء العلاقة يقول لها إيه ده، انت شكلك مش نظيف كده ليه، انت مش منظفه نفسك ليه، انت ريحتك مش حلوه ليه، وتكون الست فيها زي الفل وفيها كل حاجه، بس عشان يفقدها الثقه في نفسها. وممكن يمارس عايز يعمل اوضاع ما تعجبش الست غصب عنها، لازم تنفذها له والا هتشوف يوم اسود. بعد ما يخلص العلاقة، مش مهم إذا كانت هي ارتاحت أو خلصت هي كمان أو لأ، مش مهم خالص، المهم هو نفسه، ويقعد يتباهى بنفسه، شوفي أنا راجل إزاي، شوفي أنا فحل وجحش وحمار إزاي، أو شوفي أنا مش عارف إيه. يا سلام، ده أنت اللي جابك، يعني جابتك ولادة والله. ففعلا الست اللي متجوزة واحد نرجسي دي كان الله في عونها، لان قصة النرجسي دي قصة كبيرة كبيرة كبيرة، بتخرج من الاخر بست واطفال محطمين نفسيا، يعني بيصب كل عقده في الست اللي متجوزها، لغاية ما هي في يوم من الايام لازم بتسيبه، وهو اصلا بيبقى شايفها اقل منه بكتير في كل حاجة. فمين الست اللي هتتحمل الاوضاع اللي بالمنظر ده؟ ففعلا الراجل النرجسي ده مريض نفسي لازم، وعقلي كمان لازم يتعالج قبل ما يتجوز، لانه لما بيتجوز واحدة هيدخلها اكيد مستشفى المجانين، ما عندوش تحمل مسؤولية، ما عندوش اي حاجة، الرغبة الجنسية عنده لما بتقوم في دماغه، رغم ان هو ممكن يكون عاجز جنسيا لانه هو من كتر ما هو متفاخر نفسيا وعقله مصور له ان هو يا ارض تهدي ما عليك قدي، فممكن جدا جدا ان هو ما بيعرفش اصلا يدي للست حقوقها. وده كان جزء بسيط قوي عن قصص النرجسيين، واشكر حضراتكم على حسن استماعكم، واذا كنتوا وصلتوا معايا لغايه هنا ما زهقتوش مني، اثبتوا لي ده بان انتوا تشتركوا معايا في القناه وتعملوا لي لايك وشير والتعليق اللذيذ، واكون شاكره جدا جدا حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.